انا اتصدمت، وتعال هصدمك معايا. انا وانت عارفين ان الجامعة مش بس محاضرات وكتب ودراسة وتعب، الجامعة اكبر من كده بكتير. هي المكان اللي بتتعلم فيه عن نفسك وعن الحياة، تجارب وصداقات وشغل ومتعة. انا كنت في الجامعة ولمحت جماعة اصحابي عاملين مشروع هقول لك عليه دلوقتي حالا. اولا الناس دي مش عاملين نشاط طلابي عادي خالص، دول عاملين نظام كامل بيغير مفهوم الحياة الجامعية كله. لكل طالب عالم كامل، تعليم، ترفيه، رياضة، شغل وتطوع، كل ده في منظومة واحدة بس اسمها ستودنت هاب. الاوبن سوسايتي هو المحرك لكل ده، منه بيطلع التنظيم والفعاليات والايفنتس والورك شوبس، بيخلي الجامعة مليانة طاقة وحياة وتفاعل حقيقي بين الطلبة. عندهم سوشيال هاب، وده الجزء اللي بيرجع روح الجامعة فعلا. أنشطة ورحلات ومبادرات خيرية زي خواطر ووصال، مجتمع حقيقي مش بس قاعات دراسة. أما الجيمنج هاب ده عالم تاني خالص، ديسكورد سيرفر ضخم بيجمع طلاب من جامعات مصر كلها، بطولات زي فيفا وتشيس، بطولات حقيقية وحماسية تخليك حابب تكمل طول الوقت. فتنس كلاب اب اللي بيهتم بجانبك الصحي والرياضي، بيشجعك تعيش حياة متوازنة، تستمتع وتتعلم في نفس الوقت. وكمان في كولاب اللي بيشجع الطلبة ويخليهم يشتغلوا على مشروعات حقيقية، يتعلموا ويدعموا ويتواصلوا مع شركات فعلا بتدعمهم. عاملين حاجة اسمها ستادي هاب، ودي منصة تعليمية جامدة جدا، فيها كل حاجة تخص الدراسة، تلخيصات ومحاضرات وامتحانات قديمة. ودي الحياة اللي بتساعدك انك تذاكر بأقل جهد، لما توفر الوقت اللي بتجمع فيه كل الداتا دي وتكون الداتا دي جاهزة عندك. الوقت اللي بتجمع فيه الداتا دي من كل مكان انت بتوفره علشان تستمتع بيه في نشاط تاني. وكمان اونلاين ستور معمول مخصوص للطلاب، تقدر تبيع، تشتري وتعرض منتجاتك وتبدأ مشروعك الصغير من جوا الجامعة. يعني بصراحة كل حاجة ماشية بتنظيم وحماس يخليك تتأكد ان الجامعة دي فعلا مكان يستحق تعيشه. تابعني لان اللي جاي هيخليك تبص للجامعة بطريقة عمرك ما فكرت فيها قبل كده. في الفيديوهات اللي جاية هشرح لك اكتر عن كل قسم من الاقسام اللي انا قلتها دلوقتي.